من هو وعنده 19 سنة وهو بيحاول يبقى مليونير. عمل شركات وكبرها وباعها، وعمل شركة دعاية وإعلان وبعدين باع حصته فيها هي كمان، وبعدين جه يتجوز فاتزنق في كام مشوار كده، فجات له فكرة غيرت حياته وخلته يحقق حلم إنه يبقى مليونير. ده اللي عمله رائد الأعمال محمد وحيد صاحب شركة مشاوير. لو عاوزين تعرفوا حكايته تعالوا معانا في الفيديو ده. الحكاية ابتدت لما كان واحد اسمه محمد وحيد خلاص فاضله ساعات على جوازه، بس كان فيه مشاوير كتيرة قوي وراه، ومن هنا جات له الفكرة انه يعمل شركة ويسميها مشاوير. الشركة دي اول شركة مصرية للخدمات الشخصية، يعني بمنتهى البساطة لو انت مشغول وعندك كذا مشوار مع بعض، هتجيب ابنك من الحضانة وعاوز تجيب طلبات البيت ومامتك مستنياك تجيب لها شنطة من محل جنب بيتكم القديم، وفي نفس الوقت عندكم ميتنج مهم، ما تشيلش اي هم، اتصل بشركة محمد وحيد مشاوير وهم يخلصوا لك كل المشاوير اللي وراك، وروح انت الميتنج وانت مطمن. محمد وحيد قبل ما يبقى رئيس مجلس إدارة الشركة هو صاحب الفكرة زي ما قلنا، وراح لاتنين صحابه عجبهم فكرته وقرروا ينفذوها، وبالفعل جابوا 3 موتوسيكلات في اسكندرية وبدأوا ينفذوا الفكرة دي براس مال 30,000 جنيه، وطبقوا في البداية لأصحابهم وجيرانهم، وكل اللي كان بيحتاج مشوار مهم بيعملوه له فورا وينفذوه. وعلشان لو عاوز تعرف الشركة ممكن تعمل لك مشاوير ايه، فبص يا سيدي، الشركة ممكن تدفع لك فواتير النت والتليفون وتسلم ورق لأي مكان انت عايزه، وممكن تحجز لك كمان تذاكر طيران وكمان تذاكر سينما، بس الشركة في مشوارين بترفض تعملهم، يا ترى هم ايه؟ بص يا سيدي، مجلس إدارة الشركة قرر انه يكون في مشوارين ما يعملهمش كل اللي شغالين في الشركة، وهم شراء الكحوليات وكمان الأعمال الورقية اللي بتحتاج صاحبها يمضي عليها. بالرغم من ان المشوارين دول ممنوعين، الا كان في طلبات كتير قوي بتطلب من الشركة، يعني ناس كتير بتطلب منهم يقفوا مكانهم في طوابير الانتظار، سواء بقى في العيادة ولا في المصالح الحكومية، لحد لما يجي دورهم علشان ما يتعطلوش. كمان من ضمن الطلبات اللي بتضحك وبتطلب منهم ان حد يكلمهم علشان يجوا يفسحوا الكلاب والقطط، ومرة حد كلمهم علشان عايز بوكيه ورد ويروحوا يودوه لهم المقابر. بس اغرب اوردر اتطلب في شركة مشاوير لما حد طلب منهم قبل كده يروح النادي ويدور على حد معين، ولما يلاقوه يخلوه يفتح تليفونه علشان يعرفوا يكلموه. ومع الوقت الفكرة نجحت الشركة، والناس في اسكندرية ما صدقوا ينتخوا وحد يعمل لهم مشاورهم، لدرجة انه كان بيجي لهم اكتر من 200 طلب يوميا، وتوسعت وما بقتش بتخدم بس الاهل والجيران، لا كمان بعد سنة ونص اتعمل فرع لشركة في القاهرة، وده كان الفرع الثاني ليها. والشركة لحد سنة 2017 كان راس مالها حوالي 20 مليون جنيه، وبقى عندها بدل الموتوسيكلات الثلاثة 100 عجلة و130 عربية يخلصوا بيهم المشاوير. رائد الأعمال محمد وحيد قبل ما يعمل شركة مشاوير عمل أول شركة ليه في حياته وهو عنده 19 سنة وهو لسه بيدرس، عمل شركة وكبرها وبعدين باعها، وبعدها عمل شركة دعاية وإعلان وبرضه كبرها، بعدها باع حصته فيها. وبعد شركة مشاوير والنجاح اللي حققه، العيلة مسكته شغلها في العقارات وزود حجم أعمالهم، وبعدين أسس شركة كاتالاست المتخصصة في ريادة الأعمال، وأطلق منها منصة جودة للتجارة الإلكترونية كأول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية. غير كده عنده أكتر من 8 شركات وكلهم محققين نجاح. قول لنا انت بقى وانت عندك 19 سنة، يا ترى كنت بتعمل ايه؟